تريلا أو مقطورة كل اللي بيركبها حياته بتتحول لجحيم. الستات فيها بيتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، والرجالة بتتقتل بمجرد دخولها للعربية. حكاية النهاردة عن روبرت رودز، سفاح مريض مارس جرايمه البشعة لمدة 15 سنة من غير ما أي حد يشك فيه، وفي النهاية وكالعادة صدفة صغيرة أنهت على كل سلسلة جرايمه البشعة. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. ريجينا كاي وولترز عندها 14 سنة، جميلة وذكية. حياتها الأسرية للأسف ما كانتش هادية، أبوها وأمها منفصلين. أما أخوها الكبير فعنده مشاكل مستمرة مع الشرطة. عاشت مع أبوها فترة وبعدين رجعت علشان تعيش مع أمها، وفي أول يوم ليها مع أمها اتعرفت على شاب من الجيران اسمه ريكي، كان عنده 18 سنة وبرضه كان عنده مشاكل أسرية. الاتنين انجذبوا لبعض بسرعة، وبعد يومين بس من اللقاء الأول اتفقوا إنهم يهربوا مع بعض للمكسيك. قرروا يهربوا من بيوتهم وهم ما معهمش اي حاجه، وما كانش قدامهم طريق غير ان هم يدوروا على توصيله مجانيه، وما ترددوش كتير في ان هم يطلعوا مع سواق عربيه نقل، اي سواق يوقف لهم على الطريق علشان يوصلهم للحدود. لكن للاسف ما وصلوش ابدا. اتقطعت اخبار ريجينا تماما عن اهلها، وزاد قلقهم حوالين مصيرها، خصوصا لما ابوها بدا يستقبل مكالمات من راجل مجهول بيدعي ان ريجينا موجوده معاه، وقال له بتريقه ان هو عمل بعض التعديلات على بنته، وانه كمان قص شعرها. كان مصدر المكالمات تليفونات عموميه من مدن مختلفه، علشان كده الشرطه لقت صعوبه في تعقب وتحديد هويه المتصل. وبعد شهور لقوا جثه في اسطبل مهجور قريب من طريق في ويسكونسن، وبعد الفحص الجنائي اكتشفوا ان الجثه لبنت ماتت مقتوله من اسابيع، وان هي تعرضت للاغتصاب والتعذيب قبل ما تتقتل. كان شعرها محلوق واتقتلت عن طريق لف سلك حوالين رقبتها 16 مرة. وبالبحث في سجلات المفقودين تم التعرف على صاحبة الجثة، هي ريجينا كاي وولترز، البنت الصغيرة اللي هربت من بيت أهلها وما رجعتش أبدا. في البداية الشرطة شكت في ريكي الشاب اللي هرب معاها، لكن معارفه واصحابه أجمعوا إن هو مش شخص عنيف، وكمان أسلوب الجريمة ما كانش أسلوب شاب بيقتل لأول مرة، ده أسلوب حد متمرس في القتل. وفوق كل ده ريكي اختفى هو كمان، والشرطة ما قدرتش إن هي تلاقيه. تحقيقات وتحريات الشرطة في الجريمة وصلت لطريق مسدود، وكان واضح إن القضية هتضاف لمئات القضايا اللي بتخص أشخاص بيلاقوا جثثهم على الطريق وما بيلاقوش القاتل أبدا. لكن اللي الشرطة ما أدركتهوش وقتها إن بداية الخيط اللي كان هيوديهم للقاتل كان موجود بالفعل في إيد زملاء ليهم في ولاية تانية. في فجر يوم 1 إبريل سنة 1990 كان الضابط مايكل ميلر سايق عربية الدورية في مهمة روتينية على طريق خارجي في أريزونا. الشمس ما كانتش لسه طلعت، بس كان في نور بسيط. مايكل لمح نور شاحنة كبيرة من نوع المقطورة أو التريلا واقفة على جنب الطريق، فركن عربيته قريب منه وراح علشان ينبه السواق لخطورة الوقوف في مكان زي ده، لكنه ما شافش السواق في مكانه، فظن إنه ممكن يكون راح للكابينة علشان ينام شوية. فطلع الضابط للكابينة، وكان في ستارة بتفصل كرسي السواق عن الكابينة، وأول ما شالها لقى نفسه قدام ست عريانة تماما ومتكتفة بكلبشات وفي بقها الجام. وكان المنظر صادم، خلى الشرطي نفسه يثبت في مكانه، لكن بسرعة فاق من الصدمة بسبب الصرخات المكتومة اللي الست بتخرجها بصعوبة، وبدأت توصله كأنها بتقوله انقذني. في اللحظة دي ظهر من الضلمة راجل طويل ورفيع، وكان هو السواق. وأول ما شاف الضابط مايكل قال له مفيش حاجة، كل حاجة تمام. مايكل مش هينسى أبدا اللحظة اللي شاف فيها وش السواق روبرت رودز، كان وشه مرعب وكله شر وخبث. وأول ما الضابط شافه سحب مسدسه ووجهه ليه وقال له بحزم وقف مكانك، وأي حركة هضربك بالنار. السواق سمع الكلام وقعد على الأرض فعلا، ونزل الضابط حط الكلبشات في إيده وسحبه ناحية عربية الدورية وحطه في الكرسي اللي ورا، واتصل بمركز العمليات علشان يطلب الدعم، وراح يساعد الست اللي كانت متكتفة ومنهارة تماما بسبب اللي اتعرضت له. وبمجرد ما شال الشرطي اللي جام من فوق بقها بدأت تصرخ بهستيرية وتقول له
انقذني ارجوك وما تخليهوش يأذيني. وفي الاثناء دي كان زملاء الضابط مايكل وصلوا وانضموا ليه واخدوا الست للمستشفى والراجل لمركز الشرطة علشان يحققوا معاه. وبعد ساعة المحققين وصلوا علشان يفتشوا العربية واتخضوا من اللي شافوه جوه الكابين. كان في ادوات تعذيب كتير جدا، كلبشات وحبال ومجموعة كبيرة من السكاكين والكرابيج والكمامات والإبر والدبابيس والأسياخ والألعاب الجنسية. كانت الكابينة عبارة عن مسلخ متحرك، وكان واضح إن الوسائل والأدوات دي تم استخدامها أكتر من مرة. وبالرجوع للست اللي كانت في الكابينة، قالت المحققين إن اسمها ليزا تشامبرلين، وإن هي قابلت السواق في استراحة على الطريق قريب من توسن وقبلت توصيلة منه، وكانت متعودة إن هي تركب مع سواقين العربيات علشان يوصلوها. آخر حاجة فاكراها عن الليلة دي إن السواق قدم لها كوباية قهوة ونامت بعدها، وفاقت علشان تلاقي نفسها عريانة ومتكتفة في كابينة العربية. ومن اللحظة دي بدأت رحلتها مع العذاب مع السواق المجنون. كان بيعتدي عليها وكان بيعذبها بشكل بشع، وكان بيتباهى بإنه يقول لها إن اللي بيعمله معاها ده عمله مع ستات تانية لمدة 15 سنة. وكالعادة خلونا نتعرف على بدايات السفاح بتاع النهاردة. روبرت بن رودز اتولد في بلد صغيرة في ولاية أيوا سنة 1948، وعاش السنين الأولى مع أمه لأن أبوه كان بيسافر كتير. روبرت كان طفل مميز بيشارك في أنشطة كتير، كان لاعب في فريق كرة قدم المدرسة، وكمان بيمارس المصارعة وبيشارك في الكورال، وكان محبوب وعنده أصدقاء كتير. طفولة روبرت المبهجة كانت من النوع القليل إنك تلاقي له مثيل في السفاحين والمجرمين، لكن برضه كان في نقطة سودة حاول روبرت ان هو يخفيها لسنين. في مرحلة ما من مراهقته رجع ابوه علشان يعيش مع الاسرة، والاب اللي كان غايب لسنين لما رجع بدأ يعتدي ويتحرش بابنه جنسيا. وكان ابو روبرت عنده سجل حافل من التحرش الجنسي بالاطفال، واتقبض عليه سنة 1966 بتهمة الاعتداء على طفلة عندها 12 سنة. الحادثة دي كانت نقطة تحول في حياة روبرت، انخرط بعدها في نشاطات اجرامية، واتقبض عليه مرتين خلال دراسته الثانوية، الأولى بسبب سرقة عربية وسواقتها بتهور، والتانية بسبب اشتراكه في خناق شوارع. بعد ما خلص ثانوية اتطوع في مشاة البحرية الأمريكية، لكن تم تسريحه بسرعة بشكل غير مشرف بسبب اتهامه بالسرقة، وراح بعدها للجامعة ولكن ما كملش دراسته. وبعدين قدم علشان يشتغل في الشرطة ولكنه اترفض بسبب ثوابه. وأخيرا رجع للمكان اللي اتولد فيه واتجوز وخلف طفل، ولكنه ما نجحش حتى في جوازه. اتجوز وطلق 3 مرات في نص السبعينات، وبعد ما فشل في أكتر من وظيفة انتهى بيه المطاف كسواق العربية نقل. زوجته الأخيرة ديبورا قالت إن هي اتعرفت على روبرت في ملهى ليلي، كان لابس بدلة طيار وسحرها بلبقته وسمته وقتها، وهي ساعتها كانت متجوزة وعندها أطفال، ولكن كانت على خلاف مع جوزها، وبسرعة حبت الطيار الوسيم واتطورت علاقتها معاه رغم إنه صارحها بإنه سواق عربية نقل وإنه مش طيار. ومن بداية علاقتهم لاحظت ديبورا ان تصرفات روبرت غريبة، لكن هي غضت النظر عنها لحد ما الامور وصلت لنقطة لا تطاق. في مرة من المرات كانوا في طريقهم علشان يسهروا، وكانت قاعدة جنبه في العربية. فجأة طلع كلبشات من جيبه وحطها في ايديها، واول ما اخد باله ان ده ضايقها شال الكلبشات ومثل ان هو بيهزر. ولما سابت جوزها اخيرا وراحت علشان تعيش معاه، بدأ يلح عليها عشان تروح معاه لنوادي العراة. في الاول رفضت بشدة، لكنه بدأ يتحايل عليها بالهدايا والكلام الحلو لحد ما اقنعها، وقدام عينيها مارس الجنس مع ستات تانية. وكان الموضوع مزعج ومحرج جدا بالنسبة لها، وبالتدريج بدأت علاقتهم تبوظ على الرغم من انهم اتجوزوا رسمي سنة 1987 وبقوا بيتخانقوا كتير. وروبرت بدأ يتجن لما عرف ان هي تواصلت مع جوزها السابق، فضربها واغتصبها بشكل بشع. وكانت دي اخر حاجة تحصل بينهم، لان هي سابته تاني يوم وما رجعتلهوش تاني ابدا، وده حصل قبل القبض عليه بكام شهر. خلونا نرجع تاني لجرائم روبرت. ليزا ما كانتش هي الناجية الوحيدة من جحيم عربية الرعب، كان في ست تانية اسمها شانا هولتز شافت أبشع أنواع الرعب والتعذيب على إيد روبرت لمدة أيام. شانا نجحت إن هي تهرب من روبرت قبل شهور بس من اختطاف ليزا. كانت مرعوبة لدرجة إن هي ما راحتش تبلغ ضد روبرت، لكن اتشجعت واتصلت بالمحققين بعد ما قرت خبر القبض عليه في الصحف. قالت إن هي قابلت
روبرت أول مرة في استراحة لسواقين العربيات في سان برناردينيو في كاليفورنيا. كانت بتدور على توصيلة لمدينة أركنساو، وروبرت ما كانش رايح هناك، لكن عرض عليها يوصلها نص المسافة. وافقت وراحت معاه، ويا ريتها ما عملت كده. قالت إن هي حست بأمان تام مع روبرت في بداية الرحلة. كان متحدث لبق وودود وواثق من نفسه، لدرجة إن هو وجه لها نصايح في الحياة. وبعد نص الليل راحت شانا للسرير اللي موجود ورا كرسي السواق، وكانت عايزة ترتاح شوية. نامت لوقت قصير قبل ما تصحى على صوت وقوف العربية. فتحت عينيها علشان تشوف روبرت واقف فوق دماغها وهو باصص لها بشكل غريب. زقته وحاولت إن هي تهرب، لكنه ضربها بسرعة وزقها ووجه بندقيته تجاه راسها، وده اللي خلاها تستسلم له تماما. أخدها لآخر الكابينة وقلعها هدومها وكتفها، وبدأ يعتدي عليها زي ما حصل مع ليزا، وبرضه عذبها بشكل منحرف وحلق شعرها. فرصة نجاة شانا جت لما أخدها لشقته في هيوستن، ودي كانت حركة غريبة منه، يمكن لأنه حس إن هي بقت مطيعة تماما ومفيش خوف من هروبها. وهناك في الشقة سمح لها إن هي تاخد دش لأول مرة من أيام، وبدأ يعتدي عليها تاني. وفي تاني يوم رجعها تاني للعربية، لكن المرة دي ما كتفهاش كويس زي ما كان متعود يعمل، فقدرت إن هي تحرر نفسها واستغلت فرصة نزوله وجريت للشارع بأقصى سرعتها. أقوال ليزا وشانا عززت من شكوك الشرطة في إنهم قدام مجرم متمرس، وبإن اللي حصل مش حادث فردي، ده جزء من مسلسل رعب استمر لمدة سنين وراحت ضحيته ستات كتير. مش كده وبس، المحققين بدأوا يرجحوا إن روبرت ممكن يكون عمل جرائم قتل خلال السنين اللي كان بيمارس فيها هوايته السادية والمنحرفة، لكن كانوا محتاجين لدليل يثبت ده. وعلشان يلاقوا الدليل راحوا لشقة روبرت علشان يفتشوها، وهناك لقوا حاجات شبه اللي لقوها في العربية، كلبشات وحبال وغيره من أدوات التعذيب. ولقوا كمان فوط عليها دم وهدوم داخلية لستات، والأهم من ده لقوا صورة لبنت شعرها مقصوص زي الأولاد. الصورة دي اتاخدت في كوخ خشبي مهجور، وفي بعض الصور البنت بتظهر وهي عريانة ومربوطة من رقبتها، وفي صور تانية لابسة فستان اسود وجزمة. والمشترك في الصور كلها نظرة الرعب اللي على وش البنت. المحققين أخدوا سنة كاملة علشان يربطوا إن البنت اللي في الصور دي هي الجثة اللي لقوها في اسطبل ويسكنسن المهجور، يعني جثة ريجينا كاي والترز. وتأكدوا من ده من دفتر ملاحظات لقوه في شقة روبرت عليه اسم ريجينا مكتوب في واحدة من الصفحات، وعليه أرقام تليفونات أبوها وأمها وجدتها. وفي نهاية الصفحة جملة بتقول ريكي الآن راجل ميت، واللي المحققين أخدوها كدلالة على إن روبرت قتل ريكي الشاب اللي كان معاها. دفتر الملاحظات كان فيه أسماء وأرقام وجمل تانية كانت دليل قاطع على إن روبرت قتل ناس كتير خلال السنين ال15 اللي قضاها كسواق عربية. واحدة من الجرائم دي هي قتل باتريشيا ودوجلاس. كانوا متجوزين في تكساس وراجعين لبلدهم في سياتل، وقابلوا شاحنة الموت اللي راكبها روبرت وقبلوا توصيلة منه. روبرت قتل دوجلاس الأول ورمى جثته على الطريق، أما باتريشيا سابها أسبوع أو أسبوعين خلالهم اغتصبها وعذبها، وبعدين قتلها ببندقيته لما زهق منها، وأخفى جثتها اللي فضلت مخفية لشهور لحد ما واحد من الصيادين لقاها بالصدفة. الجثة كانت متعفنة جدا، وده خلى التعرف على هوية صاحبتها مهمة صعبة فضلت لسنين. روبرت اتحاكم في التسعينات بتهمة قتل ريجينا، ووصل لاتفاق مع النائب العام انه هيعترف بقتله للبنت مقابل تجنيبه عقوبة الإعدام، وبكده حصل على أول حكم مؤبد. ومرة تانية سنة 2012 تم محاكمته بقتل باتريشيا وجوزها، والمرة دي برضه وصل لاتفاق مقابل انه ما يتعدمش، والنهاردة هو مسجون في واحد من السجون الفيدرالية ب3 عقوبات مؤبد، ومش متوقع ان هو يفرج عنه. الجدير بالذكر ان المحققين متأكدين ان عدد ضحايا روبرت هو اكتر بكتير من اللي اتحاكم عليه، فهو على الارجح اغتصب وعذب 3 ستات شهريا في النص التاني من الثمانينات. اغلبهم كان من عاهرات الطريق والبنات الهربانين، ولو اخدوا بالاعتبار عدد الجثث اللي لقوها في الفترة دي قريب من الطرق الخارجية للولايات المتحدة، ودي بالمئات، فعدد اللي قتلهم روبرت ممكن يكون جاوز 50 إنسان، مش 3 بس. لكن طبعا مفيش أي دليل لإدانة روبرت بالجرائم دي. وكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.